السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله نحضر معكم مسمن ديال الفران بحشوه الدجاج بالخضر. كيجي ممرق ومقرمش وسهل في التحضير والطريقه جد مبسطه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. نخليكم تعرفوا المقادير وطريقه التحضير. في مقلاس كندير تقريبا 3 المعالق حتى 4 معالق كبار ديال زيت الزيتون وجوج الفصوص ديال الثومه طريه. الا ممكن ديروا حتى الثومه غبره وما ديروش الطريه اللي ما كيبغيهاش، ولكن كتجي زوينه بزاف وكتعطي واحد المذاق مميز في هاد الحشوه. صافي هنا من بعد ما تنحكم تنخلطهم شويه مع الزيت، ما كنخليهاش بزاف كتقلى، غير كنخلطهم حتى كتلبس بالزيت مزيان. كنضيف عليها 500 غرام اللي هو نص كيلو ديال الصدر ديال الدجاج. تقدروا ديروا حتى لدند اولا الكفته، المهم الحشوه كتبقى حسب الرغبه. ودائما كنخلطوا المكونات اللي كنضيفوا. بالنسبه للحشوه كنضيف 2 بصلات صغار، 2 فلفلات، 2 حبات ديال الجزر اللي هو خيزو، و2 حبات ديال الكورجيط اللي هي القرعه الخضراء. بالنسبه للبصله والفلفله، الفلفله هنا درت 2 حبات في الالوان، الا ما كانوش كنديروا غير الخضراء، والا كانت الصفراء حتى هي كنديروها، كيجيو الالوان زوينين في هذه الحشوه. بالنسبه للبصله والفلافل قطعتهم قطع اللي رقيقه، مكعبات رقيقه، وخيزو والقرعه حكيتهم في الحكاكه الغليظه باش كيجيو هكا باينين وما كيذوبوش لينا بزاف في الطياب. والتوابل كنستعمل الملحه اللي كتبقى دائما حسب الذوق، نص معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه كبيره صغيره ديال الخرقوم البلدي اللي هو الكركم، ومعلقه صغيره ديال التحميره اللي هي فلفله حمراء، ومعلقه صغيره ديال الكمون. صافي هنا ودائما كما قلت لكم كنخلطوا مزيان باش المكونات كيتلبسوا مع بعضياتهم والتوابل كتدخل في الخضر وفي الدجاج. صافي غادي نخلي الخضر والدجاج كيتشحروا شويه وغادي نخدموا العجينه. بالنسبه للعجين انا ما صورتوش لضيق الوقت، درت 4 الكيسان ديال الفورس اللي هو الدقيق الابيض، كاس ديال الفينو اللي هو القمح الصلب، ومعلقه كبيره ديال الخل، الملحه، وخماره ديال الحلوى وزن 7 غرام. كنعجنها وكندلكها شويه وكنديرها في بلاستيك باش كنحصلوا على هذه النتيجه. العجينه كتكون عندنا رطبه ومطاطيه. صافي هنا كنديها ونجيبها وغادي نقسمها على 6 ديال الكرات. هنا في الاول قسمتها غير على 4 ومن بعد رجعت قسمتها على 6 لان نسيت، وقسمتها غير على 4 الكرات. وكندهنها بالزيت باش ما كتكونش عندنا جلده من الفوق اولا القشره ديال المسمن، وكنحطها في بلاطو ونخليها حتى كترتاح ليا مزيان. في هذه المرحله خاصها ترتاح لينا العجينه باش ملي نجيو نطلقوها كتجينا سهله. نغطيوها بلاستيك وبمنديل ونخليوها تقريبا 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه، لان دابا الجو بارد غير كترتاح. صافي كنرجعوا نقرصوها. بالنسبه لهاد الحشوه راه ما كنطيبوهاش بزاف، غير كيبدا كيدخلها الطياب اولا الخضره كتبدا كتدبل. صافي كنضيف عليها مربع ديال الشعريه الصينيه اللي رقدته في الماء سخون وخليته حتى نشف وقطعته وضفته على الحشوه، وضفت 2 معالق كبار ديال القزبر والمعدنوس طريين. صافي هنا كما كتلاحظوا غير المده اللي خلطت فيها المكونات الحشوه كتنشف. في هذه المرحله كنحيدها من على النار ونخليها حتى كتبرد مزيان الوقت اللي غادي نقرصوا فيه العجينه. هنا كما كتلاحظوا العجينه كترطاب اولا كترخف مزيان ودغيا كتطلق لينا. في هذه المرحله ضروري نخليو العجينه كتطلق باش تجينا سهله وما تعذبناش في الخدمه. كما كتلاحظوا العجينه راه ما كنقرصهاش، غير كنجرها بيدي وكتمشي. بالنسبه للعجينه عجنتها بالماء اللي كان دافي لان الجو بارد، عجنتها بالماء دافي. وفي الصيف راه كنعجنوها غير بالماء بارد، يعني الماء عادي من الروبيني كتطلق لينا بكل سهوله. هنا من بعد ما كنطلقها بالزيت، بالنسبه للتقراص كنقرصها غير بالزيت. فاش كنطلقها كنوضع عليها الزبده كتبقى حسب الرغبه، تستعملوا الزبده اللي بغيتو، الزبده ديال البواطه اولا ديال التوريق اولا حتى الزبده نباتيه، كتعطي نتيجه زوينه في المسمن. من بعد ما كنطلقها كنجمعها على شكل مربع اولا على ظرف، الطريقه العاديه ديال المسمن اللي كنديروه مربع. صافي وغادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنكملهم كاملين.
المهم كنطلقوا بالزيت، والزبده كنديروها اخر حاجه، لان الا طلقنا بالزبده العجينه كتجمع لينا، لان الزبده مع الجو بارد كتجمد اولا كتجمع وما غاديش تخدم لينا مزيان. هنا الزبده راه ما كندوبها حتى شي حاجه من بلاصتها اولا من البواطه كندهنها، يعني كتكون شويه مرخوفه، كنخرجوها قبل ما كنبداو نخدموا بها. صافي هنا من بعد ما تنكمل 6 ديال الكرات كنبدا باول كره، يعني هنا في هذه المرحله ما كيرتاحوش غير كنكملهم في التراق. كنبدا باول مسمنه ورقت في الاول. وبالنسبه للحشوه انا قسمتها على العدد ديال المسمنات، 6 ديال الكرات كنخرج منهم 6 ديال المسمنات، وكل مسمنه كنقطعها على 4، يعني في المجموع غادي نحصل على 24 قطعه اولا 24 مسمنه. على هذا الاساس كنحسب الحشوه وكنقسمها باش المسمنات كلهم تيجيونا قياس واحد وكيجيو مقادين في الحشوه، ما كتجيش وحده فيها الحشوه قليله وحده كثيره، اولا في الاخر كتشيط لينا اما العجينه اما الحشوه. كندير هذه الطريقه باش ما كتشيط لينا حتى شي حاجه، وفي نفس الوقت المسمن كله كيجي مقاد في العماره. صافي هنا بعد ما كنقطعهم على 4 كنزيد نقرصهم شويه اولا نورقهم، وكنوضع الحشوه وكنجمع الاطراف اولا القنات بهذا الشكل، وكنسدهم وكنقلب مسمنه. العجينه اللي كتكون الفوق كنديرها من التحت باش ما كتجيش غليظه بزاف وكطيب لينا مزيان. صافي وكنحط عليها قطعه ديال الفلفله بالالوان، نفس الفلفله اللي خدمت في الاول، خديت منها الحبات اللي غادي يكفيوني، اولا كديروا الزيتون الكحل اولا الخضر، المهم كديروا داكشي اللي بغيتو نتوما، اولا ما ديروا حتى شي حاجه تخليوها كيف ما هي، غير كتقلبوها وكدهنوها هكا بالبيض اللي درت معاه قطرات ديال الخل على حساب الريحه ديال البيض. صافي وغادي ندخلهم يطيبوا على نار اللي كتكون مهيله وشاعله غير من التحت حتى كيتحمروا. بالنسبه لي الفرن اللي عندي كيطيب المسمن من الفوق ومن التحت بلا ما كنشعل الفوق، واللي ما كتحمرش ليه المسمن الفوق كتشعلوا العافيه من الفوق اولا كتهبطوا المسمن لتحت حتى كيتحمر كيذهب اللون ديالو. المسمن كامل كيجي مقاد في الطيب وكتخرجوه. من بعد ما كيطيب المسمن كيكون بهذا الشكل. هنا غادي نخليكم تسمعوا القرمشه والتوريق ديال المسمن.